السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عشيوة زينب. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الصبلي بطريقة سهلة كيجي بنين. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. هنايا في الحشوة غادي ناخد 150 غرام ديال الزبدة كنقطعها. هنايا خدمت مارغرين بونة. عندي هنايا كاس، خديت نص كاس تاع سكر كلاصي ونص كاس نتاع سنيده. عندي كاس مع مرش نتاع الزيت، كنزيد واحد الفاني. عندي هنايا راس معلقه نتاع نكهه الناطا، كندير معلقه مع مراش نتاع الجليكوز، معلقه نص معلقه كبيره. كنزيد جوج بيضات. كنخلط هاد المكونات كامله هكذا في الهاشوار حتى كنتحصل على بحال هاد الخليط هذا. الهاشوار كيسهل علينا الخدمه. الزبده خصها تكون في حراره المطبخ. صافي من بعد كنبدا كنضيف الطحين وانا كنجمع العجين بلا ما كندلكها، فقط كنبقى كنجمع هكذا برؤوس الاصابع. فاش كنخدموا في الهاشوار كتسهل علينا بزاف، كتخدم ديك الزبده ودوك المكونات كيتخدموا مزيان. هذا هو الشكل تاع العجين اللي كنتحصلوا عليه، كيكون رطيطب وكنحاولوا اننا ما نعجنوهاش، لان الا تعجن الصابلي صافي كيتقلص الحجم ديالو في الفران. هنا قسمتها على جوج، غادي نوضعها هكذا في بلاستيك وغادي نخليها في الثلاجه نص ساعه ساعه، داكشي اللي بغيتو. المهم انا خليتها هنايا باتت طلقت لي عاد خدمتها. هنا بين جوج بلاستيكات كنطلق العجين، كنطلقها بسمك كيكون رقيق على حسب. الا بغيتو تلصقوا الصابلي كتحاولوا ترققوها، بغيتو تخليو الصابلي على شكل غير وحده كتخليوها شويه غليظه. كنقطعها هنايا على شكل دوائر على حسب المراشم اللي كتستعملوا اللي بغيتو. البلاستيك هنايا كيسهل علينا اننا نهزو الصابلي. الطريقه اللي كنجمعوا بها العجين اللي كيبقى بهذا الشكل هذا، يعني ما كنعجنوش، فقط كنجمعوه بالبلاستيك وكنزيدوا عليه واحد الطريف من العجين اللي عندنا وكنخدموه، ما كنوليوش نطلقوه بوحديتو. دائما العجين اللي كتبقى كنزيدوا عليها طريف من العجين جديده وكنطلقوها. هنايا خديت دوك الدوائر ستفتهم هنايا على السيلبات. عاد كنقطع دوك، عاد كنتقبها من الوسط. هاد السيلبات هذا هو اللي كيعطينا داك الزوقه اللي كتكون في الصابلي في الوجه نتاعو. صافي ني غادي ندخلو الفران كيكون سخون على عافيه مهيله مهيله بزاف حتى كيتحمر. وهادو هما المراشم اللي استعملت هنايا 3 نتاع المراشم. وهذا هو الشكل نتاع الصابلي من بعد ما كيطيب وكيتحمر. كما كتشوفوا الشكل ديالو كيبقى كما دخلناه الفران. بالنسبه للتعليكه عندي هنايا الكونفيتير، غنزيد معاه 3 المعالق، 2 معالق ديال السكر. بالنسبه للكونفيتير استعملت نص قرعه نتاع الكونفيتير مع 2 معالق ديال السكر، مع درتهم يسخنوا مزيان حتى غلاو. نزيد لها معلقه كبيره نتاع الجليكوز، غادي نردها فوق البوطه حتى كتذوب مزيان. من بعد هنايا غادي نقسمها على 3. الاولى غادي نضيف لها النكهه ديال الحامض. الثانيه غادي نضيف لها النكهه نتاع البرتقال. صافي والثالثه غادي نخليها كما هي. هنا التعليكه كتبان في الاول جاريه، لكن من بعد ما كتدفى راه كتقال. خديت هنا الجليكوز دفيته شويه باش كيذوب، باش كندهن به الوجه نتاع الصابلي. وغادي نلصق فيه هنايا كاوكاو مهرمش، محمر ومهرمش.
هنايا كاوكاو باش تحصلوا عليه بحال هكا كتحمروه، كتهرمشوه في الهاشوار، من الاحسن في الهاشوار. من بعد كدوزوه في الغربال. داك الرقيق اللي كيطيح ما كتستعملوش، كتستعملوا داك الغليظ اللي كيبقى من فوق، باش كيبقاو الحبات قد بعضياتهم. كنبقى بهاد الطريقه هادي كنلصق هكذا بالجليكوز. ومن الاحسن كتستعملوا كتلصقوا كامل، كتفينيو كامل الصابلي اللي كيجي من فوق بالجليكوز وكاوكاو، عاد كتلصقوهم مع بعضياتهم. كما كتشوفوا التعليقه من بعد ما بردات راه كترجع ثقيله. كندهن الصابلي بشويه نتاع التعليقه، ومن بعد كندير شويه في الوسط وكنلصق فوق منه الصابلي. هاي كتزيد تبرد راه كيلصقوا مع بعضياتهم كما شفتوا، راه كيلصقوا مع بعضياتهم. وحتى المذاقات كيجيو مختلفين، وحده بالنسبه للبرتقال، وحده بالحامض، وحده كنخليوها بالنسبه تاع المربى. وهذه الطريقه نتاع تزيين الشكل الثاني على شكل مربع. هذا لصقته بالتعليقه نتاع الحامض، هي هذه. هذا خليته سامبل، لصقته بكونفيتير عادي، التعليقه نتاع كونفيتير عادي. هذا من بعد غادي نزينو بالشكلاط، غادي نزينو الجنب ديالو شويه نتاع الشكلاط الابيض. وهذا هو الشكل نتاع الصابلي ديالنا. هكذا كيجي بلاطو تاع الصابلي، كيجي رائع ومذاقات مختلفه واخا من نفس العجين. كيجي بنكهه البرتقال، بالنكهه تاع الحامض، وبالنكهه تاع الخوخ. هذاك اللي خليت سامبل كدرت فيه الراس ديالو، غطستو في الشوكولا ابيض وزينتو هكذا شويه نتاع العقيق. كيجي بلاطو رائع وكما شفتوا ساهل. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفه اكيد غتنجح معكم. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.